السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد وروتين جديد ويا رب تبقوا كويسين. مبدئيا انا اموره، فطبعا لو لسه ما اشتركتيش في القناه لان فعلا القناه لسه جديده، فيعني مستنيه ايه؟ اشتركي فورا كده واعملي كمان لايك للفيديو لو عجبك، واكتبي لي تحت في الكومنتات يعني تحبي تشوفي ايه الفيديوهات يعني في الفتره الجايه وكده. المهم بقى هقول لكم. جوزي اتصل بيا فجأة وقال لي انا جاي في الطريق، انت اللي عملتي الغدا؟ ده طالع بدري يعني النهارده من الشغل. فانا اصلا بيني وبينكم انا كنت في السرير، بس اقول له لا نايمه، لا ما ينفعش. قلت له انا في المطبخ اهو شغاله، الحمد لله على السلامه مقدما. المهم بقى دخلت على طول على المطبخ وقلت الاول ايه، لا ما هو لازم يعرف برضو ان احنا شطورين. رحت عامله حلو وحادق، عملت الغدا وكمان عملت ايه صينيه كنافه. فتعالوا كده بقى نعمل اول حاجه الكنافه، وهقول لكم على تركايه بسيطه قوي بتخلي لونها حلو قوي معايا. دي كنافه كانت عندي في الفريزر من رمضان اللي فات. من رمضان يا اموره، ايوه من رمضان يا جماعه، ما تخضوش لا عادي. بكسرها واحطها في الاكياس اللي هي بتاعه اللبن دي، واسيبها في الفريزر وتبقى 100 فل وعشرة يعني ممتازه. المهم طلعت كده كيس وجبت هنا نص، لا مش نص، حطيت كوبايه كده يعني من الماده الدهنيه. انا هنا استخدمت سمنه نباتي، يعني ما استخدمتش سمنه بلدي ولا حاجه، عادي. وحطيت بس عليها معلقتين من السكر على الكنافه وهي متكسره، حطيت عليها معلقتين من السكر. تمام. اخدت كوبايه السمنه سيحتها، بس انا مش محتاجه ان انا اسخنها ولا اي حاجه ولا تقدح ولا اي حاجه من دي، لا سيحتها بس كده. واخدت بقى ايه الصينيه، حطيت فيها معلقتين كده من السمنه، معلقتين 3 كده يعني، سخي ايدك كده زي ما بنقول، او يعني كتري وبلاش تستخسري. المهم حطيت كده ايه شويه سمنه كده في القاع بتاع الصينيه، وحطيت بقى الكنافه وحطيت عليها كمان الماده الدهنيه من فوق كده. انتي اخدتي طبقه من تحت لونها لون موحد، اللي هيوحد لونها السكر هيخليها يمسكها ويديها لون حلو، وكماني الماده الدهنيه اللي في القاع هتظبطها قوي معاكي في اللون. المهم بقى ايه، عملتها زي ما انتوا شايفين كده، وانا يعني جايه معايا ان انا اعملها بايه، ب... بالكريمه. تمام، الكريمه الكدابه طبعا. جبت كوبايه من اللبن، هحط بقى هنا عليها نص معلقه بس كده من السكر. واحط عليها بقى ايه، سمنه بلدي. طب اشمعنى دي سمنه بلدي؟ عشان دي بقى طعمها بيبقى غالب قوي على الكنافه، فدي لما تحط لها سمنه نوع نضيف لا هيبان فيها، ما تستخسريش فيها بقى. وبعدين دي هي كوبايه يعني هتاخد ايه معلقه، مش حكاية. المهم حطيت بقى هنا معلقتين من الدقيق، هي مش معلقتين، هي معلقة وربع كده، معلقة ونص من الدقيق. تمام، وهرفعهم بقى على النار. بس حطيت كمان سنة كده، سنة فانيليا بس، وقلب قلب قلب وارفعها بقى على النار. وطول ما انتي واقفة لو سمحتي تقلبي فيها وما تعمليش زي، عشان انا كنت مشغولة عملت هنا طاجن رز يعني معمر، وسبتها على النار ما خدتش بالي منها. قلت وانا حاطه الكنافه في الفرن يبقى كمان الرز في الفرن، عشان ما يبقاش يعني نهدر غاز على الفاضي وخلاص. فركزت مع الرز ونسيت ايه الكريمه على النار، فهي كلكعت معايا. ولكن برضو الجيش قالك اتصرف، فاحنا ايه، جبت كده المصفى اللي هي بتاعت الدقيق دي او المنخل ده، ورحت يعني معديها كده منها، صفيتها وشلت منها اي تكتلات. ممكن كمان طبعا تحطي عليها فانيليا اللي هي السايله، هتديها طعم احلى كمان بكتير. بس انا هوزعها كده في الصينيه، وممكن برضو تحطي عليها دلوقتي يعني معلقه قبل بصي المفروض تسيبها تبرد شويه، ولكن انا ما استنيتش انها تبرد ولا اي حاجه، يعني انا عايزه بقول لكم الراجل في السكه، فعايزه انجز نفسي. بصي ممكن بقى تسيبيها تبرد شويه، وبعد ما تبرد قلبي فيها كده معلقه سمنه بلدي كمان، ما تستخسريش فيها دي. هتديكي برضو نتيجه حلوه. بس هي برضو كانت رائعه، انا هوريها لكم في الاخر دلوقتي، شكلها تحفه جدا جدا جدا. الطبقه بقى التانية دي اللي انا بحط عليها الماده الدهنيه. تمام، فدي بفركها كده في ايديا الاتنين بحيث ان هي تتشرب الماده الدهنيه كويس زي ما انتوا شايفين كده، وهوزعها بقى على الوش. عايزه اقول لكم ان انا مفرزه كام كيس من الكنافه دي في الفريزر عندي بصراحه، مش بعمل منهم كتير يعني. ولكن بقى قلت خلينا اطلع وكده، وبصراحة بتنفع قوي يعني الكنافة والجلاش والحاجات دي يعني الجلاش بتقدري تستخدميه حادق وحلو، فده ما اقدرش ان انا اطلعه من الفريزر عندي، لازم دايما يكون عندي لفة على الاقل كده موجودة. الكنافة عندي في رمضان عملتها حوالي مرتين بس من بعد رمضان، دول بقى شوية زادوا. فانا مش بحب الطبقة اللي فوق تبقى سميكة كده قوي، لا بحبها تبقى طبقة خفيفة،
فقلت ايه بقى، خليني اشيلهم. هتشيلي دول يعني يا اموره؟ يعني جت عليهم حطيهم وخلاص. هقولك دول طبعا مش هيترموا عندي، احنا نرمي؟ احنا هنهزر؟ هعمل مثلا صينيه جلاش بالمكسرات بقى وبالكنافه دي، هحمصها، وممكن كمان بالحشوه اللي هي بتاعت الحجازيه، احط برضو معاها الكنافه. عارفين اصابع الجلاش اللي هي بتبقى محشيه كنافه دي؟ المهم بقى ايه، واحنا واقفين كده زي ما احنا على طول نلمع مكاننا، علشان عايزه اقول لكم ان الرخام الاسود ده بيغلبني فعلا في النظافه. يعني عايز طول ما انتي واقفه ايديكي فيه، وانا اصلا بطبعي بحب ان انا امسح الرخامه كده على طول طول ما انا واقفه. بس دي بقى مش عايزه ميه، لان الميه ذات نفسها بتعمل كده ايه، شكل عليه كانها مش نظيفه. جبت هنا بقى كوبايه سكر، وحطيت عليها كوبايه من الميه وسنه فانيليا، وارفعيهم بقى على النار. نيجي بقى ايه، انا حطيت الطاجن في الفرن، وكنت في الوقت ده بسلق اللحمه. سلقتها بايه، شويه حطيت الاول كده معلقه، لا ما حطيتش ده، ما حطيتش سمنه، لا سوري. حطيت الاول كده سلقتها عادي يعني في شويه ميه، وحطيت عليها سنه كده بسيطه من البهارات السبعه وفلفل اسود، تمام. بس ما حطيتش اي حاجه تاني. الفتره دي مش متقبله اي بهارات كتيره في الاكل. جيت هنا بقى هشوحها تاني برضو، وحطيت عليها دي بعد بقى ما شربت الميه او الشوربه يعني بتاعتها واستوت، او يعني 3/4 سوا. جيت هنا بقى حطيت عليها معلقه سمنه بلدي وشويه من البهارات السبعه، وبرده فلفل اسود تاني. هقلبها كده واشوحها بحيث ان البهارات ريحتها تطلع. وانزل هنا ببصلايه انا بشرها صغير كده على ايديا. كسلت بصراحه اطلع الكبه على بصلايه واحده، فرحت ايه عاملاها كده. واحط كمان عليها يعني اول ما تبتدي كده ان هي تدبل، هحط عليها يعني فصين 2 بس من التوم، ما حطيتش اكتر من كده. طبعا الشربات كان هنا عندي على النار، فحطيت عليه بقى عصرة الليمونة وغلوة واحدة وخلاص هطفيه. فحطيت هنا بقى فصين 2 بس من التوم، وهقلبها كده برضو واشوحها مع بعض. بصوا بقى عندي كيس صلصة. الحاجات دي بصوا يا جماعة اكتر حاجة بتنفع قوي في التفريزات فعلا الصلصة بجد. يعني عنديش مثلا دلوقتي طماطم وعربية الخضار ما عدتش، طب هعمل ايه؟ فطلعت بسرعة شريحتين كده من الصلصة دي. مامتي يعني او حماتي ربنا يخليها لنا هي اللي عاملاها. بتسلق الطماطم وبعدين بنضربها وبعدين بترفعها تاني على النار. فحطيت بقى كده الشريحتين كده من الصلصة كده حلوين. وزودتها طبعا من المية السخنة من الكتل كده، علشان بقى ايه تتسبك بقى كده مع بعض شوية. هغطي بقى كده عليها عقبال بقى ما ايه، ما تغلي بقى كده وتبقبق كده اهو. تعالوا بقى ايه عشان نبقى كده دايما المكان ما بيننا كده نضيف، خلينا ناخد ايه المواعين بقى كده على طول. والمواعين بقى كده شغاله فيهم. عايزه اقولك لو انتي طبعا لسه ما اشتركتيش في القناه، اشتركي بقى دلوقتي تاني، يعني بفكركم تاني يا جماعه. محتاجه فعلا تشجيع الفتره دي. يعني القناه طبعا لسه في البدايه، واكيد يعني واقعه، مش منتظره اكيد مشاهدات كتير ولا اي حاجه ولا لايكات ولا اي حاجه من دي. ولكن يعني محتاجه حتى من كل اللي يشوف الفيديو، حتى لو عدد بسيط قوي، ان هو يكتب لي كومنت حلو كده زيه، بحيث ان انا اتشجع ان انا انزل فيديوهات. التصوير مش سهل، لا هو مش يعني مش سهل. أنا كنت دايما بسمع الجمله دي على قنوات كتيرة مثلا، بقول طب ليه، ما كده كده الحاجة اللي احنا بنعملها بره الكاميرا هي الحاجة اللي هنعملها جوه الكاميرا، يعني ايه الصعوبة في كده؟ ولكن فعلا اكتشفت ان هو صعب فعلا، مش سهل، لا كلامكم صح. فحطي بقى لايك للفيديو واكتبي لي كومنت حلو تاني زيك بفكرك، تمام. وعايزه بقى اتكلم معاكم كده على بوست قريته وانا بقلب كده في الفيسبوك. واحده بتقول ان هي، والله مع كامل احترامي ليها انا ما اقصدش اي حاجه، بس واحده بتقول ان هي ما تعرفش يعني ايه نظافه او نظافه البيت، او متجوزه جديد. على فكره انا كمان متجوزه جديد، انا متجوزه ما كملت السنه، تمام. انا متجوزه ما بقاليش سنه. ولكن بتقول ان هي متجوزه جديد، تمام. و... ومش عارفه تبدا نظافه منين. يعني هي مامتها لظروف ما كانوش عايشين مع بعض، كل واحد عايش في مكان. فهي مش عارفه يعني ايه نظافه. يعني اتفاجئت ان في ان ملاية السرير بتتغير مثلا مرة كل 3 ايام او مرة كل اسبوع. يعني دي حاجة اتفاجئت بيها. وان البوتاجاز عندها حالته سيئة جدا، واكتشفت ان احنا لازم ننظف البوتاجاز. وان صاحبتها اكتشفت كمان ان صاحبتها بتكوي الملايات وحاجات غريبة كده، وان هي لازم تكنس الشقة كل يوم وحوارات كده اهو. ف يعني بص، اولا ربنا يقدرها يا رب ويعينها. وبجد لو حد كده، او يعني لو حد حالته
صعبة كده للدرجة دي، ففعلا ما ييأس يعني. والإنسان دايما بيعيش ويموت وهو برضه هيفضل يتعلم. اكتشفتي حاجة مثلا ما تعرفيهاش، مش هفضل بقى ان انا ما اعرفهاش واقول ده انا ما اعرفش، وافضل بقى حاطه في نفسيتي واثر كده في حالي. لا، حاولي دايما كده. اول حاجة لو عليا انا كأمورة يعني، هفتح قناة يوتيوب وابدأ كده امشي كده معاها واتشجع معاها واتفرج هي بتعمل ايه واعمل زيها. ولكن ابدأي بعد ما تتفرجي على طول حطي لنفسك جدول، اعرفي المهام اليومية اللي عليكي ايه، والمهام الاسبوعية اللي انت المفروض تعمليها ايه، والمهام الشهرية كمان اللي انت المفروض تعمليها ايه. اللبخة دي هقولك يعني ان شاء الله هعمل لكم فيديو مثلا على المهام اللي انا بعملها يومية، والمهام اللي انا بعملها اسبوعية مثلا. يعني اكيد طبعا كلنا بنصحى من النوم بنظبط السرير مكان ما كنا نايمين، وممكن مثلا نفتح شبابيك، نكنس الارض، هنرتب الاوضة. بالنسبة لي انا يعني اعوذ بالله من كلمة انا، ولكن بالنسبة لي انا كمهام يومية لازم عندي دورة غسيل، المطبخ والحمام، اعزكم الله يعني، اللي هو الحوض بقى والتويلت. ده كل يوم، دي اهم مهام يومية عندي طبعا بجانب الاكل وطبعا المواعين يعني. بس دي مهام يومية. طب مهام اسبوعية ايه؟ تلميع بقى، مثلا الابواب، المرايات، الخشب بقى اللي عندك مثلا. اكيد طبعا الارض هنكنسها كل يوم، بس برضو ممكن تديها بقى كنسة كده بقى ومسحة محترمة، دي مرة كل اسبوع. طيب مهام شهرية زي ايه مثلا؟ مثلا انك تتأكدي ان الشبابيك عندك نظيفة. الشبابيك بالنسبة لي لو مش نظيفة بحس ان الهواء اللي داخلي مش نظيف، ببقى متضايقة، بحس ان انا عايزة اجيب كوز مية كده بجد والله واكبه كده على الشباك. عايزة احس ان الهواء اللي داخلي هواء بريحة معطر بقى كده، عارفين انتوا انتعاش النظافة ده. هرجع تاني للمهام الشهرية، بس هوريكم الاول الجنينة بتاعتي. يا جماعة دي الجنينة بتاعتي الصغيرة قوي 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 دي. بصوا هي البلكونة عندي دي في المطبخ، فانا بحبها حب يعني بجد، جميلة قوي بحبها. وزرعة فيها بقى كده شوية حاجات. تمام. اسمه ايه؟ آه ريحان، على ورد، على حاجات من دي يعني، حاجات ما فيهاش حاجات للاكل يعني. نفسي ازرع فلفل والله، بس يعني خلاص هي البلكونه كده خلاص كومبليت يعني. المهم البلكونه دي بقى طالما انا واقفه في المطبخ لازم كل يوم اعملها، لان انا قعدتي اصلا في المطبخ يعني، ما بقعدش في ليفنج ولا اي حاجه، انا قعدتي في المطبخ. تمام. فقلت بقى ايه، دي التنظيفه الاسبوعيه بتاعتها، شويه كلور كده وبريل، واقف بقى ايه ادعكها كده بالمكنسه. تمام. وهتأكد بقى كده، اول حاجة نزلت الزرع كله وغسلت كده اللي هي الكوبيستا. تمام. ومسحت طبعا الاحبال اللي هي بتاعه الغسيل، وبعدين نزلت الزرع زقيته كده ورفعته تاني. خلاص ندعك بقى الارضية ونظبط الدنيا. اتفرجوا بقى كده على لون الكنافة تحفة، اللهم بارك، جربوها هتعجبكم قوي. انا بدخلها تاني الفرن بعد ما هقلبها كده، هدخلها تاني الفرن. نرجع بقى للمهام تاني الشهرية. قلتلك اول حاجة مثلا الشبابيك تأكدي اللي هي نظيفة، سواء عملتيها مثلا بالمية او شوفي انتي بتحبي تعمليها بايه. احيانا ممكن تلاقي الستاره متوسخه، هنغسل الستاير كل شهر؟ لا مش هنغسل الستاير كل شهر يعني، ولكن احيانا كده بقولك يعني تحسي كان في عفرة تراب جامده، فتحسي ان الستاير متبهدله، لو قدرتي تغسليها يبقى كده كويس قوي. فوق الدواليب حاولي تتاكدي ان هي نظيفه، او الافضل اصلا ان انت تفرشي حاجه كده فوقيها بحيث ان انت تشديها كده على طول وتغيريها يعني. تحت الستاير، تحت السراير كمان لا مش الستاير، السراير، تحت السراير كمان. المفروض ان انت بترفعي المرتبة بتشمسي مثلا الغطيان بتاعتك، او لو تقدري ان انت تطلعي المرتبة مثلا في شوية شمس يبقى حلو قوي. تحت السراير اثناء الكنس وكده بتلاقي فيه عفرة بقى كده بقى، وحاجات دخلت تحت السرير ما تعرفيش هي جت منين. فانت لما تشيلي مثلا اللي هي الخشب اللي هي الملل بتاعت السرير دي، لو حطيتيها في الشمس شوية وكنستي تحتها وسيقتي كده، خلاص 100 فل و10. وهكمل بقى معاكم ان شاء الله المهام الشهريه والحاجات دي، هبقى اعمل لكم يعني المهام اليوميه فيديو، والمهام الاسبوعيه فيديو، والمهام ان شاء الله الشهريه فيديو. بس اخر حاجه دوره الغسيل بتاعتي. اشوفكم على خير في فيديو جاي جديد. مع السلامه. وبرده ما تنسوش انكم تشتركوا في القناه، واسيبكم بقى في رعايه الله.